يا بابا يا بابا. أم علي من الحلويات الشرقية البسيطة والجميلة جدا، بس لازم تعمل بحب عشان تتعمل صح. يلا بينا نبدأ. احنا ممكن نستخدم في ام علي اي شيء موجود عندنا، ان كان كرواسون او باف بيستري او جلاش او ممكن حتى عيش. فاول شيء هنعمله هننزل باللبن على النار. واحنا بنستخدم اللبن لازم يكون سخن، فهننزل معاه بمعلقة سكر وشوية فانيلا وكمان نص كوباية من الكريمة. هندربهم ونسيبهم يسخنوا كويس على النار، وهنبدأ نقطع الكرواسون. براحتك، اشتغل بإيدك اشتغل بالسكينة، النتيجة هتكون واحدة. وبعد كده اهم شيء المكسرات تكون كتير معانا، وكمان انا هحط عليها شوية قرفة. وهنزل في الصينية على طول اول حاجة، وبعد كده هنزل بالمكسرات وجوز الهند، وبعد كده الجبنة الكريمة، ممكن تستخدم القشطة. وهنزل باللبن وهو سخن. بعد كده هحط الطبقة التانية، هنزل كمان باللبن. انت براحتك، عايز تخليها فيها لبن كتير او تخليها ناشفة زي ما تحب. وبعد كده كمان هنزل بالكريمة من فوق، وانا افضل هنا ان هي تكون قشطة. وبعد ما نزلنا بالجبنة الكريمية، نزلت كمان بمكسرات ونزلت بجوز الهند. وده الشكل النهائي قبل ما ندخلها الفرن. واول ما ندخلها الفرن هي اخرها 20 دقيقة 25 دقيقة بالكتير. وبعد ما نطلعها من الفرن هيكون ده هو الشكل النهائي بتاعها. وبالهنا والشفا، ان شاء الله تعجبكم لما تجربوها. اي شيء بسيط وانت بتعمله حاول تعمله بحب، يعني ما تعملش وخلاص. كل ما تكون بتعمل بحب اكتر واتقان اكتر، اي شيء هيطلع معاك صح. يا بابا يا بابا. وفي نهاية الفيديو يا شباب، لو عجبتكم الوصفة ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب للقناة وتفعلوا زر التنبيهات عشان يوصلكم جديدنا أول بأول. والسلام عليكم ورحمة الله.